السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. اكلة النهاردة اكلة سريعة ولذيذة بتركاية هتنقل الطعم لحتة تانية خالص. تركاية مقاديرها ابسط واسهل من كده مفيش. باذن الله تجربوا الطريقة وتعجبكم. تعالوا بقى نشوف الطريقة، بس متنسوش بقى لايك حلو زيكم كمان الاشتراك. اول حاجه بقى كده احضر بقى شويه كده من الخضار. معايا بصلايه متوسطه، معايا كمان حبتين من البطاطس، وكمان حبتين من الطماطم، حبتين من الفلفل الرومي، وحبتين من الفلفل الحامي. هقطعهم طبعا شرايح بالشكل ده وهرصهم بقى كده في الصينيه. بالنسبه للصينيه ما دهنتهاش اي ماده دهنيه. طب بعد كده هدخل الصينيه عندي في فرن يكون حامي مسبقا على الشبكه في النص، والنار تفضل عاليه، وهسيبها لمده ربع ساعه. تمام. تعالوا بقى كده عقبال بقى ما الصينية تجهز عندنا في الفرن، نحضر بقى الخطوة التانية. بعد كده هحضر ربع كوباية من البرغل، وكمان احط عليها ربع كوباية من المية المغلية، وهسيبهم على جنب لمدة 5 دقايق. بعد كده هحضر بصلاية متوسطة هبشرها، وكمان احط عليها ربع كيلو من اللحمة المفرومة، معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، نص معلقة صغيرة من بهارات اللحمة، ومعلقة كبيرة من الدهن، وكمان هنزل بالبرغل اللي اتشرب عندي المية. بالنسبة لي معلقة الدهن تقدري تستبدليها بمعلقة من اللية، أو كمان معلقة صغيرة من السمنة. هبدأ بقى كده أعجن كويس جدا، يعني حوالي كده 5 دقايق، لحد ما الاقي عندي الكفتة كده بدأت ان هي تطلع الأنسجة بتاعتها. بعد كده ابدأ بقى اشكل عندي الكفتة على شكل دواير، وممكن طبعا تشكليها على شكل صوابع حسب طبعا ما انت عايزة. طب زي ما انتم شايفين اهو بقى الكمية حلوة جدا، يعني انا اظن كده الكمية ديت او كمية الكفتة يعني مع بقية الخضار اللي في الصينية اظن ان هي تكفي 4 افراد بإذن الله. طب بعد بقى كده ما الصينية طلعت عندي بعد ربع ساعة من الفرن، هبدأ ان انا احط كوباية من المية المغلية، وكمان هحط بقية الكفتة، وهدخل تاني الصينية لمدة ربع ساعة. طب بعد كده الخطوة اللي بعد كده هحضر ربع كوباية من الطحينة، كمان علبة من الزبادي، ربع معلقة صغيرة من الملح، ربع معلقة صغيرة من الكمون. هقلبهم كويس جدا وهسيبهم على جنب لان انا هحتاجهم بعد شوية. هنا كانت الصينية طلعت عندي بعد ربع ساعة. هبدأ بقى ان انا احضر بقى كده صينية صغيرة، واحطها بقى كده عندي بالشكل ده. وهجيب بقى طبعا الطحينة اللي حضرتها، وهحط بقى كده المية بتاعت الصينية على الطحينة. اقلبهم كويس جدا، وهحطهم بقى كده على الكفتة وبقية طبعا الخضار. عايزة اقول لكم ان الصوص ده طعمه هايل جدا جدا، باذن الله هيعجبكم جدا جدا. طبعا دخلت طبعا الصينية لمدة 10 دقايق، وبرضو النار تكون عالية. هنا بقى تعالوا بقى كده نقدم الكفتة بقى طبعا مع الخضار، ونشوف ايه الاخبار. عايزه اقول لكم ان الخضار مستوي جدا، يعني مستوي حلو جدا. الكفته كمان مستويه هايل جدا جدا. طبعا الصوص طبعا بصوا بقى عامل شغل جامد جدا وخطير بجد يا جماعه. عايزه اقول لكم انه هيعجب جدا جدا الاولاد، وخاصه ان الاولاد بتزهق بسرعه من الاكل التقليدي، ودايما بتطلب اكل مختلف. باذن الله طريقه تكون عجبتكم. السلام عليكم ورحمه الله.